هنعمل عجة البيض بطريقة بسيطة وسهلة، وهنعملها في أكبر صينية في الطقم، بس الطقم اللي هو بتاع الطرد. هكتب لكم المقاس بتاع الصينية تحت. اللي حابب يعملها في صينية مدورة عالية ومرتفعة اوكي، في صينية مربعة مرتفعة اوكي، براحتكم. بس احنا هنا في البيت مش بنحب العجة تبقى مرتفعة، بنحبها كده منخفضة، بتريحنا احنا في الاكل، لكن القطعة العالية لا، بتحس انك بتتخانقي معاها. فهتشوف الطريقة بتاعتي، اي حد مبتدئ الطريقة دي ناجحة مليون المية، ومن اول مرة عمرها ما هتفشل ولا هتلزق منك. هنحتاج معلقة بيكنج باودر، هنحتاج بصلاية كبيرة، عايزين حبة فلفل اخضر. انا كان عندي احمر، اللي مش عايزه ما يضيفش طبعا، وعندي جزر، حبة جزر كبيرة او حبتين حسب ما انتوا هتضيفوا. 4 بيضات. والبهارات هنا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. وضفت معلقة صغيرة بهارات مشكلة. بالنسبة للدقيق، كوباية دقيق من الأكواب المعيارية، كل بيضة بتاخد ربع كوباية دقيق بس، ده اللي هو الأساس بتاع العجة، يعني في ناس مش بتضيف كده، بس هي كل بيضة عليها ربع كوباية. هنجيب بولة هنكسر فيها البيض، هنخفقهم بقى بالمضرب أو بالخلاط براحتكم، مفيش مشكلة. أنا هعمل كده وبعدين هضربهم بالهاند بلندر. لو عايزين تكملوا خفق بالمضرب الشبك ما فيش مشكله، يعني عادي اخفقوا بيها، بس انا مش هقدر، يعني مش هقدر يديني كميه الفوم دي. فالهاند بلندر بالنسبه لي سريع وسهل. هننزل هنا بحبه البهارات بتاعتنا، وبعدين هيبقى عندنا على جنب تلت كوبايه حليب، هنشوف هناخد منها قد ايه حسب الخليط، ممكن ناخد ربع وممكن ناخد التلت، يعني تشوف الخليط بعدين لما تقلبوه كده هتشوف الخليط قد ايه. وهنا هنضيف طبعا معلقه بيكنج باودر. انا مش هضيف كربوناتو، الكربوناتو على فكره بيغمقها، بيخلي لونها غامق، انا جربته، فبلاش كربوناتو لانه ممكن تغلطوا وتزودوه. خليكم في البيكنج باودر، امان واحسن بكتير. بلاش كربوناتو في العجه، اللي هم فيه السوريين، اخواتنا السوريين مسمينها كربونه، فبلاش كربوناتو اصلا. هنا القوام معايا تقل، فاحنا هنزود كده حليب مش كتير، يعني الحليب احنا مش عاملين كميه اوفر ان احنا نزود كوبايه، لا، يا تلت يا ربع حسب القوام معانا، مش هناخد اكتر من كده. هننزل هنا بس بربع كوباية حليب، لو احتجت تاني هضيف، بس هنا ربع بالنسبة لي كان كافي. القوام نفسه بيبقى زي قوام الكيك العادي. بعدين المرحلة التانية بقى، دول خلاص احنا خلصناهم. المرحلة التانية هندبل الخضار على البوتاجاز، وهنحتاج في الاخر خالص بقدونس. البقدونس انا مش بدبله على البوتاجاز، لا، بضيفه في الاخر علشان يبقى قاعد بالخضار بتاعه. بالنسبة للخضار، لو عايزين تزودوا كوسة، عايزين تزودوا بطاطس، هنجيب دلوقتي وok او طاسه وننزل فيه بمعلقتين زيت او 3 معالق، خلوهم 3 معالق. وهننزل بالبصلايه الكبيره او بصلتين وسط، هنقعد نقلب البصله، عايزينها تبقى متدبله بس خلاص اوكي، عايزين تدوها سنه تحمير يبقى لونها ذهبي براحتكم. هننزل هنا بالجزر والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. لو عايزين تزودوا طماطم، ما تزودوش الطماطم بالبذور والقلب بتاعها، لا، زودي الطماطم بس اللحمه بتاع الطماطم، يعني هتقطعيها 4 وتشيلي القلب اللي فيها كله، وتخلي بس اللحمه اللي من بره. وفي حاجه عايزه اقولها لكم، لما انتوا بتنضفوا الطماطم وبتاخدوا قلب الطماطم، احنا مش بنرميه على فكره، يعني انا بدات مش برميه، احتفظي فيه بكيس وخليه في الفريزر، لما تيجي تعملي صلصه طلعيه سيح واضربيه مع الصلصه. دلوقتي ما فيش حاجه تترمي، يعني الوقت اللي احنا فيه ده وقت صعب، ما ينفعش نرمي اي حاجه، بنحاول على قد ما نقدر يعني نوفر في البيت باي طريقه، هو مش نافع اساسا بس بنحاول على قد ما نقدر يعني. هنقلبهم كلهم مع بعض لغايه لما الخضار كله يدبل. لو عايزين تضيفوا بطاطس ضيفوا حبه بطاطس صغيره وقطعوها مكعبات، لو هتضيفوا كوسه برضو قطعوها مكعبات صغيره. بس كده خلاص دبلناه، هنيجي بقى ناخد الخضار بتاعنا كله وننزل بيه على الخليط اللي احنا عملناه. في حاجة بس انا ما بعملهاش، يعني في ناس بتاخد البهارات اللي انا ضفتها هنا كلها على البيض بيدبلوها مع البصل علشان ريحتها تطلع، بس والله ما بتفرق خالص، ما بتفرقش في الطعم تماما. اللي عايز يعملها كده اوكي، في ناس بتعملها كده، بس انا ما فرقتش معايا طعمها بصراحة لما دقتها. فالطريقة دي بتاعتي انا بعملها من سنين، جميلة وحلوة وسهلة، وعمرها ما تلزق مع اي حد. هنخلطهم كلهم مع بعض. هنا هضيف البقدونس. البقدونس عايزه تضيفي بقدونس بس ضيفي، عايزه تضيفي تشكيله خضره بقدونس وكزبره وشبت، ضيفوا تشكيله. فانا ضايفه هنا بقدونس مع كزبره، مفيش شبت، يعني مش كتير، يعني بصوا حبه حبه صغيره في ايديكوا، يعني مش علشان ما تبقاش خضره برضو جامد. بس كده هنخلطهم مع بعض. هبقى مجهزه الصينيه بتاعتي، هدهنها سمنه، انا مش بدهنها زيت، انا بدهنها سمنه. بدهنها سمنه وبعدين بعفرها في الدقيق، نفس صينيه الكيكه بالظبط، هي نفس الفكره. هخلط دول وبعد كده هحطهم في الصينيه بتاعتي. الفرن بتاعتي بتبقى شغاله، انا مشغله الفرن كان على درجه حراره 200، بس لما ادخل العجه هخليها على 180 علشان عندي الفرن بس سخنه شويه.
لو انتوا عايزين تخلوها على 200 خلاص تمام. هنا في حاجات اختياري، في حبة البركة وسمسم، اللي عاوز يضيف يضيف، مش عاوز ما يضيفش، ولكن كله ده بيديكي يعني قيمة غذائية اعلى بالنسبة، علشان في اطفال بتاكل، فلما تزودوا الحاجات دي يعني احسن. في حاجة كمان، لو حابين تزودوا معلقة بذور شيا، حابين تزودوا معلقة بذور كتان، بس بذور كتان تبقى مطحونة مش صحيحة يعني. كل ده حلو. البذور الكتان مليانه اوميجا 3 للاطفال، عايزين تدوه للاطفال كل يوم ادوا لهم، يعني الاطفال من 6 سنين ل 10 سنين لما فوق، الطفل متاح ليه معلقه اكل كبيره مطحون، ولما يطحن في الصيف لازم يتحط في التلاجة، لكن في الشتاء عادي بره مفيش مشكله على الرخامه، مش هيجرى له حاجه، لان كده كده الجو ساقع اصلا. كده جبنا الصينيه بتاعتنا وبننزل فيها بالعجه بتاعتنا وهندخلها الفرن. بالنسبه للاوميجا 3، اللي عاوز يشتري كبسولات براحته، لان هي في الشتاء ضروريه جدا جدا. مش عاوز يشتري كبسولات، خدوا بذور الكتان، بذور الكتان اصلا هي مليانه اوميجا 3. دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنقولها للناس على اساس تبقى حاجه موفره معاكي وكويسه. اللي عاوز يجيب الكبسولات اوكي. بالنسبه للاطفال ادوا لهم بذور الكتان. هنسوي الصينيه وهنديها خبطتين 3 كده علشان ما يبقاش فيها فراغات من جوه بس، وهندخلها الفرن زي ما قلت لكم. انا سخنتها على درجه حراره 200 وهخليها على 180 لما ادخل العجه، وممكن اخليها 5 دقايق وبعدين اخليها على 180. بخاف الحاجه عندي تتحرق، فدرجه الحراره بتبقى عاليه عندي شويه. ده شكلها خلاص كده، هندخلها الفرن. بالنسبه للناس اللي عايزه تخس، بس الناس الكبيره يعني، ممكن تجيبي معلقه بذور شيا صغيره في البدايه، بنضيفها على كوبايه ميه كبيره وبنغطيها وبنسيبها للصبح، هي بتتنقع في حدود 12 ساعه. فبعد لما بتنقعيها بذور الشيا بتكبر وتبقى ماده هلاميه زي الجيلي كده، بتشرب الصبح على الريق على معده فاضيه، بتملى البطن وبتحسسك بالشبع. بس هي عايزه الناس اللي تقدر تستحملها، لان في ناس مش بتحب طعمها وهي عديمه الطعم اساسا، بس في ناس بتقول لك لا مش حلوه، لا ما اعرفش ايه. لا والله، اللي عاوز يحافظ على جسمه ويحافظ على وزنه يعمل الحاجات دي بالليل قبل ما تناموا. كوبايه زبادي وعليها نص ليمون، او كوبايه زبادي وعليها معلقه شوفان مطحون او صحيح، او عليها معلقه رده، او عليها ايه تاني. هو كده كده بذور الكتان ده شيء اساسي، ضيفوا معلقه كبيره بذور كتان على الزبادي. لكن هو اللي بيخسس فعلا الليمون، الليمون تحفه بيسيح الدهون بصراحه، فلازم تضيفوا ليمون. كده العجه بتاعتنا التسويه بتاعتها بيرفكت، دهبي تحت وفوق، وحاجه سهله وحاجه بسيطه وبس كده. واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب. اعملوها بنفس الطريقه دي.